إذا قلبنا في تاريخ منطقة غليزان وجدناه حافلا بالحواضر التاريخية التي تعد شاهدا على الدور الثقافي للكثير من المعالم التاريخية التي بات الكثير منها طي النسيان والإهمال والتهميش. قلعة بني راشد نموذجا حيا لذلك التغييب رغم الدور الحضاري والسياسي والعلمي التي لا زالت الكثير من الشواهد الأثرية خلال كل الحقبات التاريخية كشاهد على أصالتها، كنوز في طي الاندثار بمقاماتها ومساجدها وعمرانها ومقابرها العثمانية وأزقتها وعلمائها ورجالاتها وأوليائها الصالحين. جديدة راهي عندنا قلعة جديدة في راهم يخدمونا فيها، بس احنا ماذا بينا هذه القرية هذه الفيلات القديم هذا تاعنا لو كان يترمم ويقعد كتاب معلم تاريخي نحافظوا عليه يسمى يولي كل واسمع متحف فضائي. بني راشد عفوا المعروفه بتاريخها القديم والجديد، لان هذه كانت فيها مقبره العثمانيه اللي فيها باب عروج وخير الدين اللي كانت معركه كبيره هنا في هذه المنطقه، وفيها المكتبه القديمه تاع سيدي بن سعد اللي تضرب فيها كتب نادرة على المستوى الوطني، وكذلك فيها أضرحة نتاع الأولياء الصالحين 360 برنوس كما نقولوا لهم حنايا، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية الزرابي والحولي والأشياء المنزلية. تطمح مدينة القلعة الاستفادة من عمليات الترميم والحماية لجعلها وجهة سياحية بالمنطقة وتصنيفها ضمن التراث الوطني قصد استعادة القيمة التاريخية لهذا المعلم الهام وإدراجها ضمن المسالك السياحية المستقطبة للسياح. فلا تتعجب إن علمت أن هذه المنطقة الساحرة لا تحوي على أي فندق أو مركب سياحي. هاتي من المواقع كذلك اللي يعني تقدر تكون غدوة مش مجرد يعني موقع سياحي، قادرة تكون قطب سياحي وطن، قطب سياحي وطن لما تسخر به المنطقة كذلك بعراقة تاريخها وتراثها وبخصوصيتها الجيدة. معالم الدينية والآثارية والتاريخ تاعنا والبعد الروحي تاعنا وزوايانا تدخل في البرنامج السياحي. قلعة بني راشد المدينة المنسية التاريخية الحضارية السياحية التي أبت إلا أن تزول رغم أن العامل البشري أبى أن يهملها ويهمشها ويلغيها من مسيرة التاريخ، فأتلفت الكثير من المعالم ودكت تحت مرأى ونظر القائمين على الثقافة والتراث والسياحة، إلا أن الأوان لم يفت لإنقاذ ما تبقى إنقاذه وترويجه سياحيا.